النهارده جايه وجايبالكوا وصفه حلوه قوي قوي قوي، وصفه خفيفه ولذيذه بمكون واحد بس. هنعمل الاشكال الجميله دي اللي هتفرح اولادنا وهتشجعهم كمان على الاكل ده، غير ان انت كمان هتحبي الاكله دي وهتعمليها على طول. اكله مش مكلفه، عملتها بمكون واحد بس. عايزين نعرف عملناها ازاي، وقدمنا كمان معاها الكاتشب الحلو اللي انا عملته معاكم على القناه وعلى الصفحه. يلا نسمي الله ونصلي على الحبيب. وقبل ما نبدأ متنسوش اللايك والاشتراك، وكمان متابعة على صفحتي على الفيسبوك وعلى القناة بتاعتي. اللي أول مرة يشوفني أنا اسمي سما عمر. معايا هنا حبايتين من البطاطس، حبايتين اتنين هيعملوا الشوية الحلوين اللي في الطبق ده. نبدأ نقشر البطاطس بتاعتنا بالشكل ده. بعد ما بقشرها بتقطعيها بقى مكعبات عشان أنا عايزة أسلقها. طبعا الحتت اللي هي الوحشة اللي في البطاطس ديت أنا بشيلها، بظبطها وبنضفها. طبعا انتوا عارفين البطاطس بتبقى من بره حلوة وكل حاجة، وما بتيجي تفتحيها ممكن تلاقي فيها حتت مش كويسة. تمام، غسلتها كويس جدا. بعد ما غسلتها كويس حطيت فيها مية، وحطيت كمان حوالي نص معلقة كبيرة ملح او معلقة صغيرة ملح. واحطها بقى على نار البوتاجاز تستوي كويس جدا. انا عايزة اسلقها حلو قوي علشان لما تيجي تهرسيها تتهرس معاكي بكل سهولة وتبقى ناعمة معانا، مبقاش فيها اي قطع او حتت مش مهروسة. تمام، فلازم تتسلق كويس جدا. بعد ما سلقتها وصفتها بتبدأ تهرسيها. عايزاها تكون ناعمة، ما تكونش فيها اي قطع من البطاطس مش مهروسة. تمام، اللي اول مرة بقى يدخل قناتي متنسوش تعملوا شير مع الاصدقاء علشان الفيديو ده يوصل اكبر عدد ممكن. واللي اول مرة يشوف قناتي برضو ما ينساش يعمل اشتراك. كده بعد ما هرستها وبقت ناعم زي ما انتوا شايفينها كده طبعا واضحة، هحط من كل حاجة بقى نص معلقة من الفلفل الاسمر، نص معلقة من الملح. يعني حاجات بسيطة، لان اعملي حساب ان انت كنت حاطة ملح مع البطاطس وهي بتتسلق، فهحط نص معلقة من الملح ونص معلقة من الفلفل. بس كده، هي دي المكونات بتاعتنا اللي عملت لنا الاشكال الحلوة. اللي هيشوفها يقول انت عاملة بيتي فور، مش هيصدق ان الحاجة دي والشكل ده طلعت بطاطس. تمام كده، هقلب المكونات بتاعتي كده لحد ما كله يختلط مع بعضه. واهم حاجة يا جماعة تتأكدي ان البطاطس ناعمة، تكون مهروسة كويس علشان تقدري تشكلي الاشكال اللي انت عايزاها. لازم تكون ناعمة عشان تقدري تتحكمي فيها وتشكلي زي ما انت عايزة. شايفين ناعمة ازاي؟ ممكن تقدميها بقى مع كاتشب مايونيز، ممكن تقدميها تعمل جنبها شوية مكرونة كده محمرة براحتك. جبت كده اللي هو كيس الحلواني، وهحط بقى فيه الكمية بتاعة البطاطس بتاعتي دي. شايفين؟ وابدأ بقى اشكل الاشكال اللي انت عايزاها. ممكن تعمليها زي البيتي فور، ممكن تعملها طويلة زوية زي البسكوت، براحتك خالص. جبت صاج وحطيت عليه فيه ورق زبدة ودهنتها كده مسحة من الزيت علشان البطاطس بتاعتي او الاشكال بتاعتي يعني تتشال بكل سهولة بعد ما بتستوي. تمام كده، ببدأ بقى اشكلها. قلنا الشكل اللي انت عايزاه، ممكن تعملها زي البيتي فور كده وردات، ممكن تعمليها طويلة زي البسكوت. يعني حاجة جميلة جدا، اولادك هيفرحوا بيها قوي قوي. هيخلوهم لو ما بيحبوش البطاطس هيحبوها وياكلوها. عملت معاكم قبل كده كذا حاجة او كذا وصفة من البطاطس. فياريت تشجيع منكم حلو كده، اللايك الحلو والتعليق اللي بيشجعني وبيفرحني على ان انا اعمل فيديوهات. وكمان تشيروا الفيديو ده لكل الاصدقاء وحبايبكم علشان الفيديو ده يوصل لاكبر عدد ممكن. شايفين الاشكال الجميلة؟ اعمل كل بقى الكمية اللي معايا دي كده. ما شاء الله الكمية اللي معايا دي ملت لي صاج بحاله. ادخله بقى الفرن
طبعا البطاطس مستوية وكل حاجة، بس احنا عايزينها تاخد لون كده ذهبي بسيط، وفي نفس الوقت عشان لما تاخد لون هتبص تلاقيها بقت ناشفة ومقرمشة وجميلة معانا. هي شايفين ما شاء الله ملت لي صاج. دخلتها الفرن، وبعدين بقى شايفين الجمال، خدت اللون الحلو بتاعنا ده، مقرمشة وجميلة وملهاش حل، والله تحفة جدا. ده غير ان هي خفيفة كمان في الاكل، وانا عن نفسي ولادي حبوها جدا جدا وكانوا عايزين منها على طول. قدمت معاها كاتشب اللي انا كنت عملته معاكم في القناة قبل كده، ده اللي احنا كنا عاملينه سوا، الكاتشب ده. حلوة جدا، فكرة حلوة ولذيذة ومش مكلفة جدا، حبتين بطاطس بس، ما حطيتش عليها اي اضافات خالص غير الملح والفلفل. وبألف هنا وشفا، يا رب تكون الفكرة عجبتكم، وما تنسوش اللايك والاشتراك على القناة، وكمان لايك ومتابعة على الصفحة بتاعتي. اشوفكم على خير في فيديو جديد، سلام عليكم.